الدورة الى الجهه اليسرى زكريا عرضيه تحت منطقه الجزاء خدم الدفاع والهدف الاول. الهدف الاول لمصلحه لاعبي فريق الاولمبي عن طريق الخطير الغني ساكا. خطا فادح يرتكب من مدافع فريق الاهلي. العرضيه التربي في الاولى ولكن بخيت اللاعب الثاني بخيت خميس خاطر تكره من بخيت واستغل الغني انانا تيجاني انانا في تنفيذ الخطا. تيجاني عرضيه داخل منطقه الجزاء راسيه لي عبد الفتاح طارق بشاره لمؤيد ينطلق القصير ينطلق المكير تسديده من مؤيد ولكن بعيده الكره ولكن تبعد من الهدلي على مرتين. عارف المكسي حمزه من الجهه اليسرى يتوغل يدخل حمزه يسدد حمزه ولكن محمد المنير عرضيه من المنير تفتك الترفيه ولكن المعتصم صبو يبعدها من الخط. المعتصم صبو هدف محقق يضيع. تعود المنير لازالت هجمه متواصله بشاره للخلف تسديده ولكن اقرب للحارس محمد الغناي. خطا لمصلحه الاولمبي زكريا الهريش يسدد ولكن اقرب. عبد العزيز السويعي الكره عرضيه ولكن تبعد من بلال. المنير يسدد ولكن الى هذا الضياع يشير الى الحكم الرابع في هذا اللقاء بإشارة من الحكم الوسطى عمر الزروق. صب العرضية داخل منطقة الجزاء راسية بالرقيقة والهدف الثاني لمصلحة لاعبي فريق الأولمبي عن طريق الهريش. زكريا الهريش يحرز ثاني الأهداف هدفين دون مقابل. العشرة الهوني حمدو مبولولو بخيت للهدلي مراد يمرر القصيرة ناحية مؤيد بلمسة ولا أروع ناحية المنير عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن تبعد من أيوب المالكي يستفيد من عبد العزيز من الجهة الأخرى. عبد العزيز مؤيد اللافي يذلل الفارق لمصلحة لاعبي فريق الأهلي. الهدف الأول لمصلحة فريق الأهلي. الشارع بالكرة وأمامنا هدف الأهلي اللي سجل مؤيد اللافي. الثاني تعود لمصلحة الأهلي. كرة طويلة ناحية المهاجمين ناحية حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء حمدو الهوني يعدل الكفة يعود بفريقه من جديد. حمدو الهوني يعدل النتيجة يعدل الكفة بعد 3 دقائق أمام الإعادة والتسديدة من حمدو الهوني. تسديدة حمدو الهوني على المعتصم صبو يلعب كرة طويلة ناحية بوشناف دخول تيجاني أنانا ولكن تبعد من بخيت في تنفيذ الخطأ. عبد الله العرفي يلعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء الراسية من مؤيد معتز معروف يمرر ولكن تبعد من قلب الدفاع لمصلحة لاعبي فريق الأهلي. تسديد الكرة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. فادع الإبعاد من المنير والتسديدة. المنير 1 و2 مع بولولو تعود لعبد الله العرفي. عبد الله يلعب الكرة طويلة ناحية مؤيد ولكن التسديدة. حمدو الهوني ينطلق مع كسيري مصلحة الأهلي. حمدو الهوني يدخل منطقة الجزاء. حمدو عرضية الجزائري وجها لوجه مع الغناي تضيع من الجزائري الأهلي عن طريق حمدو الهوني. حمدو يتقدم يدخل داخل منطقة الجزاء. حمدو يسدد ولكن تبعد من الغناي.